السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فرشتة، جيت من السعودية بخاطر عشان عندنا ولد اختفى هنا من التركمان، لها 40 يوم أو 42 يوم. قاعدين هنا عشان الدولة الأفغانية يساعدنا، وما في خبر ولا شيء. لسه قاعدين نستنى، يطلبون مننا فلوس كثير وما قادرين نجمع الفلوس، ونبغى دعواتكم يا رب إنها تيجي بالسلامة وربي كريم إن شاء الله. الحريم هنا قاعدين في المخيم مسوين مظاهرات عشان يشوف الدولة الأفغانية، وما في خبر ولا يساعدون ولا شيء. هذا الحالة حق التركمان اللي هنا في أفغانستان، الدولة ما يساعد لأنهم مهاجرين جو من تركمانستان أصلهم، جو هنا أفغانستان، والحين الأفغانيين اللي هنا بس مهتمين فقط حقهم. هذول الفارسوان البشتو هذول ما يساعدون للتركمان ولا يسألون. هذا ظلم، مرة ظلم هنا في أفغانستان مسوين للتركمان. هذا هو أفغانستان. احنا نبغى مساعدة من الدولة العربية، لأنه هنا ما يسألون ولا يسألون عن التركمان، ومرة ظالمين هنا. إيش نسوي؟ قاعدين لنا كم يوم هنا، 40 شهرين ونص تقريبا، نستنى الولد اللي اختفى له عمره 9 سنوات. أهله مستنين هنا، أمها مستنية، الله يعطيها الصبر يا رب. وهذا الظلم مرة ظلم للتركمان اللي هنا. إحنا إيش نسوي؟ مهاجرين، ما ندري فين نروح. جينا أفغانستان عشان نقعد هنا، ومكان تاني مو قادرين نروح. وهذا الظلم كل يومين يختفي أحد بس حق التركمان. هذا الظلم مرة للتركمان. وقبل بعد ما اختفى عبد الرؤوف جان، وجاء قتلوا ولد كمان في هنا عمره 8 سنوات. بعدين اختفى واحد كمان 27. يطلبون فلوس مرة كثير، وهنا الناس اللي هنا على قد حالهم، مو قادرين يجمعوا، يعني يجيبون على نفسهم، يعني يجيبون لقمة أكلهم ومو قادرين. والدولة اللي هنا مرة ما في مساعدة، حتى ما يجي يسألون إيش سويتوا، إيش صار، لقيتوا الطفل نساعدكم ولا شيء. هنا قاعدين على مستنين الفرج من عند الله يا رب، وقاعدين كذا. إيش نسوي؟ ما في شيء. قاعدين هنا في الشارع في البرد، ثلج، درجة الحرارة تحت الصفر. بس والله